في سنة 1938 الملك فاروق الأول قام بإلغاء فيلم الفنان الراحل حسين رياض من العرض ونزوله في السينما المصرية. فما القصة؟ الفنان الراحل حسين رياض بدأ أول أعماله السينمائية من بوابة فيلم ليلى بنت الصحراء الذي عرض عام 1937، وكان أجره وقتها 50 جنيها فقط، وفقا لما ذكره الفنان نفسه أثناء أحد حواراته مع مجلة الكواكب. وقد استرجع رياض خلال نفس الحوار ذكريات الشباب بتأكيده على أنه كان يحب حمل الأثقال في سباق، كما أن حسين رياض الذي اشتهر بدور الأب في تاريخ السينما المصرية حرم من حنان والده الذي توفى وعمره لم يتخطى 11 عام. الملك فاروق يمنع فيلمه من النزول، وهي من أهم الأحداث التي قابلها الفنان حسين رياض في حياته، مشاركته خلال أحداث فيلم لاشين والذي قام خلاله بدور السلطان، وهو أول الأفلام التي يتم منعها بقرار من السلطات، حيث تعود القصة لتاريخ 14 نوفمبر عام 1938، وهو تاريخ طرح الفيلم الذي تنبهت له وزارة الداخلية فقررت إصدار مرسوم بمنعه لما فيه من مساس للذات الملكية، بحجة أن الفنان حسين رياض يلعب خلاله دور السلطان الذي لا يدري بظلم الشعب من جانب رئيس وزرائه وحكومته. إلا أن لاشين اسم قائد الجيش والذي لعب دور الفنان حسين عزت كان عادلا ويحاول مرارا وتكرارا إيقاظ السلطان من ثباته وغفلته. عندما تولى الزعيم جمال عبد الناصر الحكم قام بتكريم الفنان حسين رياض. كل ما سبق دعا السلطات وقتها بحزب كتاب 100 سنة سينما للكاتب عزت السعدني، منعه بقرار من الرقابة التابعة لوزارة الداخلية وقتها، كما تم النظر إليه فيما بعد على إنه العمل الذي تنبأ بالثورة. كما يعتبر الفيلم الذي يعبر عن نظرة الشعب للجيش بأنه حاميه الذي يسعى للدفاع عنه كلما وقع الحاكم في غفلته. أيضا حاز حسين رياض في عام 1962 على وسام الفنون من جانب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي قام بتكريمه أكثر من مرة.